لو سألت أي حد قبل البطولة هل منتخب مصر ممكن يوصل نهائي أو يوصل قبل نهائي أو يعمل أداء كبير جدا في البطولة، هيقول لك يعني لا، ما أعتقدش إن ممكن منتخب مصر يعمل أي حاجة، لأن احنا شايفين حال الكرة المصرية بالطبيعي يعني حال صعب جدا، حال سيء جدا. ولكن ارتفع عندنا حجم الطموح، شفنا المنتخب المصري بيعدي الأدوار التمهيدية، بنلعب مع بنين وبنكسب بأداء صعب، يعني كسبنا مباراة صعبة جدا وقدرنا ان احنا نكسبها. جينا قدام كوتوفار وهو ده الماتش اللي علّى حجم الطموح عند الشعب المصري كتير جدا. المنتخب عمل مباراة دفاعية كويسة جدا جدا ولعب على اخطاء كوتوفار، ولكن اللي اختلف ما بين ماتش كوتوفار والسنغال ان السنغال قرت الجيم من بدري. السنغال استحوذت على الماتش من اوله لاخره، يعني مش عايز اقول لك 80-20، وده صعب جدا على منتخب مصر بالاسماء الكبيره اللي في منتخب مصر، محمد صلاح وتريزيجيه وزيزو واسماء كبيره جدا ومحمد هاني. ودفاع المنتخب بصراحه شابوه بجد لياسر ابراهيم وكل الناس اللي بتلعب في الدفاع ومحمد هاني، لا يعني عملوا بطوله محترمه جدا. امام عاشور، الفرق ما بين الماتش اللي فات والماتش بتاع النهارده ان انت كنت على الاقل بتقدر تمسك الكوره، بتقدر تحط الكوره تحت رجلك. النهارده انت مش عارف تعمل الكلام ده خالص. النهارده انت بتمسك الكوره لمسه في الثانيه الكوره بتتقطع بتروح للسنغال، لمسه والثانيه الكوره بتتقطع تروح للسنغال. وخلينا نتكلم بمنتهى الامانه ونكون منصفين، منتخب السنغال النهارده عمل عليك جيم كبير جدا. منتخب السنغال ماسك الماتش من اوله لاخره، مش مديك نفس، انت ما وصلتش، ما شفتش مندي، يعني الراجل ما رحناش مثلا بركنيه، ما رحناش بتسديده، ما رحناش باختراق، ما عرفناش نعمل الكلام ده. النهارده عمر مرموش ومحمد صلاح النهارده الخطوره بتاعتهم كانت صفر، يعني ما فيش ربط ما بين خط النص وما بين المهاجمين. النهارده امام عاشور يعني عامل اداء كبير جدا يا جماعه. امام عاشور الراجل راجع من اصابه صعبه جدا وعامل بطوله بسم الله ما شاء الله محترمه جدا، ولكن النهارده ما اسعفوش الحظ ان هو يمسك الكره. يعني اكتر لعيب النهارده حط الكره تحت رجله امام عاشور، ولكن انت النهارده بتدور على الفينش قدام الجون، انت النهارده بتدور على التخليص قدام الجون. هل انت النهارده قدرت ان انت تعمل زي ما عملت في ماتش كوتوفار وتخطف واحده في الثانيه وتكسب الماتش؟ وانا بتكلم معاكم بمنتهى الامانه، اول ما جه الجون بتاع السنغال قلت خلاص الموضوع انتهى، لان احنا من الصعب ان احنا يجي فينا جون ونرجع. يعني احنا ممكن نكون فعل الاول، ولكن رد الفعل لا، ايوه عندنا كويس. فرق كواليتي يا جماعه واضح جدا ما بين السنغال ومصر. لا، اللعيبه بتاعت السنغال كان عندها دوافع اكبر